حياكم الله. أريدكم بس تركزون بهذا الإعجاز الهندسي وهذا الإنجاز اللي راح يميز العراق عن دول المنطقة. هذا هو النفق المغمور. هذا بعد إنجاز تجليس القطعة الثالثة من عند الآن داخل المياه مع المقتربات وصلنا إلى 567 متر. هذا اللي تشوفونه أمامكم هو فقط السايد الجاي من الفاو باتجاه مقصر تحت مياه خور الزبير. طبعا الكوادر العراقية والهولندية والإيطالية والكورية تسابق الزمن من أجل إنجاز إكمال تجليس كافة قطع النفق المغمور العشرة حتى يوصل إلى 2444 متر. هذا النفق اللي راح يربط الفاو بمقصر من تحت مياه خور الزبير الآن بهذا الشكل. تخيلوا هذا السايد الواحد العرض مالته 15 متر، ياخذ 3 تريلات بآن واحد، والارتفاع مالته 6 مترات ونصف. أما المياه من فوق سطح النفق فتصل إلى 15 متر، وهي وفقا للمواصفات المعدة والمطابقة لجميع المشاريع المماثلة بالعالم. الآن احنا مقبلين على إنجاز هو الأول من نوعه إن شاء الله.